دلوقتي هنفترض مع بعض انك انت عايز يكون عندك تسهيل ائتماني او حاجه زي الكارت الائتماني، بس الكارت الائتماني اللي معاك انت مخلص الليميت بتاعه ومش عارف تعمل كارت تاني. شركات الفinTech اللي حوالينا خلت الموضوع اسهل بكتير من انك انت تروح اي بنك وتقدم عليه، على الرغم من ان البنوك دي اول اوبشن بيتاح لكل الناس، بس حاجه زي الفinTech او شركات الفinTech دي سهلت علينا حاجات كتير. هنتكلم النهارده مع بعض عن شركه فاليو او تطبيق فاليو. اتكلم معاكم عن تجربتي مع تطبيق فاليو لغايه دلوقتي، والموضوع سهل ولا صعب، الاجراءات بتبقى ماشيه ازاي، الليميتس اللي بتكون متاحه، واستخدمت فاليو ازاي انا علشان اوصل لاقصى استفاده ممكنه من التطبيق. خليكم معانا لنهايه الفيديو. اول حاجه تطبيق فاليو ده تطبيق مينلي هو مختص بان هو يقدم لك خدمات التقسيط، ودخل لك كام برودكت من البرودكتس الثانيه في الابلكيشن هنتكلم عنها في فيديوهات ثانيه، علشان كده اتاكد انك انت عامل سبسكرايب ومشغل زر الجرس علشان ما يفوتكش اي جديد في الفيديوهات اللي بتنزل. دايما غيب كده وبص على اليوتيوب عموما هتلاقي فيديوهات كويسه. البرودكتس الثانيه دي هنبقى نتكلم عنها زي ما بقول لكم. هنتكلم النهارده عن برودكت التقسيط نفسه او خدمه التقسيط بيقدمها لك ازاي. بس في الاول خالص احنا عايزين نسجل في الابلكيشن بتاع فاليو. هنفترض انك انت شخص عندك قبل كده اخدت قرض او عندك كارت ائتماني مستخدمه ومخلص الليميت بتاعه، فانت محتاج تسهيل تاني او محتاج اوبشن تاني او محتاج وجود الاوبشن الزياده معاك او بالاضافه للكارت الائتماني اللي معاك ده بيريحك، بيخلي عندك فرايتي في الاستخدامات بتاعه التقسيط. المهم انك انت محتاج تسجل في فاليو. هتنزل التطبيق. بعد ما تنزل التطبيق زيه زي اي ابلكيشن مالي، انت اتفرجت على الفيديو بتاع فوري عرفت ازاي تسجل على فوري، واللينك هسيب لكم تحت في الديسكربشن وهتلاقوه فوق في الراي بالمناسبه. هتعرف تسجل على فاليو، لان التطبيق او التطبيقات كلها الماليه اللي بتقدم لك خدمات تقسيط تسجيلها يكاد يكون واحد. انت بتدخل تسجل، بتكتب رقم تليفونك، بتكتب رقم بطاقتك، بتصور بطاقتك وش وظهر، بيسالك شويه اسئله زي انت موظف ولا مش موظف، ولو موظف فين، موظف حكومه ولا قطاع خاص ولا صاحب اعمال، تمتلك عربيه ولا لا، ومشترك في نادي ولا لا. وكل سؤال من الاسئله دي اللي انت بتجاوبه بيديك رانكينج او بيديك سكور رقم معين. المفروض ان التطبيق بيجمع كل الارقام دي وعلى اساسها بيوافق يديك ليميت او بيرفض، او على اساسها بيديك ليميت اماونت اوف ماني، وبيدي واحد تاني رقم او اماونت اوف ماني اقل او اكتر، ديبينز على اجابته للاسئله. يعني واحد مثلا مشترك في نادي والتاني لا، فالليميت اللي هيطلع اللي هو مش مشترك في نادي هيطلع اقل شويه من موظف اللي في شركه وعنده اشتراك في النادي وعنده عربيه واخد تسهيلات من بنوك بيدفعها بالتزام وعدى عليه مده، فبياخد ليميت اعلى اكيد. كل دي اسئله او حاجات بتحصل في الباك جراوند انت مش بيهمك. انا مشيت في نفس البروسيس وطلع لي الليميت ده استخدمته، بس استخدمه ازاي دي اللي انا عايز اتكلم فيها معاك. اول حاجه تطبيق الفاليو، لو انت من سكان القاهره الكبرى او لو انت من السكان اللي عندك مكان قريب لاستلام مثلا كارت زي كارت بريبيد بتاعهم اللي نزل، اللي انا نفسي استلمه، هموت واستلمه بس مش قادر علشان انا مش من سكان القاهره الكبرى، وعلشان اقرب مكان بالنسبه لي عشان استلم الكارت ده صعب ان انا اروحه، وعلشان اصلا انت بعد ما بتسجل بتحتاج انك تروح مكان تاكتيفيت الاكونت بتاعك على فاليو. يعني انا رحت لاقرب مكان كان بالنسبه لي الموظف اللي هناك خد مني البطاقه، هو سالني قال لي سجلت في الابلكيشن، قلت له اه سجلت وجالي ابروفال، خد مني البطاقه وسجل شويه بيانات وعمل لي زي استعلام ائتماني اي سكور سريع كده، وقال لي انت هتاخد ليميت قد كده. قلت له اوكي تمام، مضيت العقود والابلكيشن اتفعل بعدها بنص ساعه او ساعه بالكتير، وانا كده تمام في فاليو، الاكونت بتاعي شغال. انا بقى لما نزل البريبيد كارد بتاعهم كان لازم عشان اروح استلمه ولازم اروح اي فرع من الفروع. لكن لو انا من سكان القاهره الكبرى زي ممكن انت تكون بتتفرج عليه دلوقتي وانت من سكان القاهره الكبرى، او عندك اي محافظه من المحافظات الموجوده في الابلكيشن فانت من سكانها، الموضوع بالنسبه لك هيكون سهل، هتستلم الكارت بسهوله، هتفعل الاكونت بتاعك بسهوله، كل حاجه بالنسبه لك سهله. حتى في اوبشنز وبرودكتس كتير هنتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه. لو انت من سكان القاهره الكبرى او من سكان المحافظات اللي في برانش او في اي هب خاص بفاليو في المحافظه بتاعتك هتعرف تستخدمه. فعلشان انا ما عنديش البرانشز الخاصه بفاليو في المحافظه بتاعتي، فانا بستخدم الفاليو في اضيق الحدود، واستخدامي فاليو منحصر على مثلا هنفترض ان انا عايز ادفع فاتوره الموبايل بتاعي او عايز اشحن الانترنت عندي في البيت او ادفع الانترنت عندي في البيت او ادفع فاتوره التليفون الارضي، بحب استخدم فاليو جاست ان انا عايز استخدم الاوبشن، خصوصا ان انا بستخدم الحركه اللي انا بستخدمها بدفعها او بقسطها على شهر، فهي دايما التقسيط على شهر بيكون زيرو عموله، زيرو مصاريف اداريه، وزيرو فايده. لما بتدخل على اكتر من شهر بتبدا بعدين الفوائد تظهر معاك او العمولات تظهر معاك، تتغير كل ما المده بتزيد. فانا كده بستخدمه على شهر، باخد فتره السماح الشهر دي، وبعتبر الموضوع ان هو اشبه بالكريدت كارد، وانت بتاخدها 55 يوم في كريدت كارد لو انت بتستخدمه اول يوم في الشهر، بس احنا في فاليو هنفترض ان هو شهر بس، فعلشان كده بستخدمه في اضيق الحدود زي ما بقول.
بالنسبه للسداد، يعني لو انا استخدمت فاليو في ان انا ادفع فاتوره التليفون الارضي مثلا من يوم 1 ليوم 15 في الشهر، استخدمتها في الفتره دي، كده انا هدفع يوم 1 في الشهر اللي بعده. يعني انا في شهر 8 مثلا لو استخدمت النهارده 2/8 مثلا، استخدمت فاليو في ان انا ادفع فاتوره التليفون الارضي، انا لازم اسدد اللي انا هدفعه ده بالكتير خالص يوم 1/9 1 من الشهر اللي بعده، وبيبقى معاك فتره لغايه يوم 5 من نفس الشهر عشان تسدد. بمعنى ايه؟ انا النهارده اشتريت ب 2/8، لو انا بقسط على شهر 1 يبقى انا لازم ادفع الفلوس اللي انا استخدمتها في فاليو دي من 1 ليوم 5/9، ما ينفعش ادفع بعد يوم 5. دفعت بعد الميعاد ده هتطبق عليه غرامه تاخير تقريبا حوالي 7%. علشان كده لازم دايما بنصحك، زي ما بنصحك في اي ابلكيشن بتستخدمه فيه فلوس، لازم ترجع تتصل وتتواصل مع الشركه اللي انت مشترك معاها اللي هي في الحاله دي فاليو، علشان تعرف الفيز والعمولات والفوائد ابديتد، اخر معلومه تكون عندك انت قبل ما تستخدم الخدمه، علشان تبقى دايما ابديتد. او لو انت بتستخدم الخدمه دايما، حاول اوكيجنالي كده كل شهر شهرين 3 تتصل او تتشيك عليهم على الويب سايت، تعرف الفوائد بالظبط كام، او على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتهم. تعالوا نفترض مع بعض ان احنا هنستخدم دلوقتي فاليو في ان احنا مثلا هنشحن رصيد في الموبايل بتاعنا. افترض ان انا هشحن ب 500 جنيه، المفروض ان 500 جنيه دي بتوصل بعد الديدكشنز بتاعت الضرايب 350 جنيه، ده انت لو حسبتها وشلت منها 30%. يعني انا عايزين نشوف مع بعض لو انا هستخدم فاليو، انا هدفع لو هقسط على شهر بيبقى فيه فوائد ولا فيه مصاريف ولا لا، لو قسط على شهرين هيبقى فيه فوائد ولا لا، او مصاريف هتزيد كام، او الفلوس هتزيد عليها كام بالبلدي خالص. دخلنا مع بعض على باي بيلز، بختار تشارج، لو ما عندناش فواتير فاحنا في المثال بتاعنا هنشرح التشارج، واخترنا الخط بتاعنا وكتبنا رقم التليفون، هنختار الاماونت اللي هي 500 جنيه، هتلاقي النت او الصافي او الفلوس او الرصيد اللي هيوصلك في موبايلك اتكتب جنبها 350 جنيه. ده انت كده بالبلدي كده خالص ال 500 تدفعها فلوس توصلك 350 جنيه، واحنا لغايه دلوقتي ده العادي، مفيش اي رسوم اضافيه خدتها فاليو. اول ما بندوس كونتينيو بنخش الصفحه الثانيه بتاعتنا اللي بتبين لك انت عايز تقسط على كام شهر عشان تعرف مصاريفك وفوائدك والكلام ده. انا دلوقتي هنفترض ان انا هقسط على شهر واحد، لو اخترنا اللي هي 1 مانث هتظهر معانا ان الفلوس هتتخصم من الليميت بتاعي هي حوالي 502 جنيه. يعني بالبلدي خالص الفاليو هتاخد مني 2 جنيه عشان اقسط على شهر واحد. 2 جنيه دي ولا حاجه بالنسبه للشحن، بس انا ما جربتهاش في دفع فاتوره، لان حاليا وقت ما بصور الفيديو مفيش دفع فاتوره. بس بنفس الآلية انت تقدر تتاكد هتدفع كام قبل ما تدوس كونفيرم، وقبل ما تكتب الاوتو بي اللي بيوصل لك في رساله اصلا عشان ياكد معاك الترانزاكشن اللي انت بتعمله. لو هنقسط مثلا على شهرين هتلاقيهم 275 جنيه كل شهر، حوالي 550 جنيه، يعني اخد منك 50 جنيه على شهرين، يعني الشهر وقع عليك ب 25 جنيه، which is دي برضه تعتبر مصاريف اداريه. مثلا لو على سنه هتلاقي في الشهر معاك 58 جنيه، 58 جنيه في 12 هتلاقي ال 500 جنيه اللي انت كنت دافعها او اللي اتخصمت من الليمت رديتها لهم حوالي 696، يعني نقول حوالي 700 جنيه، فهم اخدوا منك حوالي 200 جنيه في سنه كامله. يعني تقريبا احنا بنتكلم رفلي حوالي 40% مصاريف او فوائد او عموله بياخدها فاليو. طبعا انت بتبدا من شهرين بتلاقيها اقل، بتوصل معاك بتزيد لغايه بتوصل للسنه والثلاث سنين والكلام ده. فدايما اي مصاريف او عمولات بتختلف معاك وقت ما انت بتنفذ، لانها بتختلف باختلاف المده اللي انت قسط عليها. وزي ما كنت بقول لك، انت لو عملت الحركه دي من اول يوم 1 ليوم 15 في الشهر هتدفع من يوم 1 من الشهر اللي بعده، لو عملتها من يوم 16 لغايه نهايه الشهر هتدفع من يوم 1 مش الشهر اللي بعده، لا اللي بعده، هتفوت شهر. يعني احنا في شهر 8 عملتها من 1 ل 15/8 هتدفع 1/9، عملتها من 16 لغايه 31/8 هتدفع 1/10، وبيبقى معاك فتره سماح من يوم 1 في الشهر لغايه يوم 5، بس لازم تسدد. السداد بقى بتسدد ازاي؟ في عندك كذا اوبشن قدامك عشان تسدد، بس في اوبشنز بيبقى فيهم مصاريف، واي نوت انا ما اعرفش انا ليه في مصاريف، ما اعرفش، بس اكيد المصاريف دي متطبقه مش من على فاليو، متطبقه على ثيرد بارتي اب اللي هو بتدفع من خلاله. يعني لو دفعت عن طريق الفيزا بتاعتك هتدفع رسوم زياده. سبحان الله، اول مره اشوف حاجه زي كده بصراحه. المفروض ان انا بدفع بالفيزا مفيش رسوم، ده لما اجي ادفع بالفيزا انت تشيل معايا رسوم المفروض، بس دي حاجه غريبه موجوده في الابلكيشن. بس في حاجه حلوه تقدر تستفيد منها، لو دفعت بالوالد بتاعتك لو هي اورنج ماني او لو اي والد، خلينا نقول اي والد، لان انا لما جربت الوالد بتاعتي الموضوع بالنسبه لي كان بدون رسوم. هتلاقي الموضوع بدون رسوم. يعني ايه بدون رسوم؟ يعني مش هياخد منك فلوس زياده. يعني لو انت عليك الشهر ده تدفع 300 جنيه هتلاقيهم هي 300 جنيه، لكن لو استخدمت الكارت بتاعك ممكن تلاقيهم ب 310 320، تدفع فلوس زياده لو انت تستخدم الكارت بتاعك، ودي حاجه غريبه. وفي عندك اكتر من وسيله دفع، بس انا حاليا وقت تصوير الفيديو عشان ما فيش حاجه عليها فاليو فانا مش متاكد او مش متذكر كل وسائل الدفع، بس انا اللي عارفه ومتاكد منه ان في وسيله دفع عن طريق الكارت البنكي بتاعك بس بيكون عليها رسوم او عموله، في وسيله دفع عن طريق المحفظه البنكيه لو انت اخترت اورنج ماني وعندك محفظه في اورنج ماني او عندك محفظه بنكيه هتمشي معاك بدون رسوم، وانت كده هتعرف وقت ما تختار وسيله الدفع الرسوم بتاعتك اتطبقت بزياده.
انا كده شرحت معاكم ازاي تسجل في فاليو، الخطوات بتاعتها ايه، وشرحت معاكم سريعا ازاي تستخدم حاجه بسيطه زي انك تشحن رصيد في فاليو. وخلي بالكم نفس الطريقه بتتم لو انت هتدفع فاتوره موبايل او هتدفع فاتوره انترنت. انت بتختار الخدمه وتمشي معاهم في الخطوات، بيجي لك اوتو بي، الاوتو بي بتكتبه على الابلكيشن بيسجل معاك الحركه، وبيجي لك رساله على موبايلك المسجل في الابلكيشن ان تم قبول خطه الدفع بتاعتك. لو انت مقصد على شهر او شهرين او 6 او 12 او 36 اتس اب تو يو. فانا كده شرحت معاكم كل حاجه بتفصيل تطبيق فاليو. نتكلم مع بعض في الفيديو اللي جاي ان شاء الله عن البرودكتس الثانيه الموجوده في فاليو، نتكلم عنها بشكل برضه مجمل بشكل سريع، لان انا مش مستخدم كل البرودكتس اللي في فاليو زي ما كنت بقول لكم، لاني مش من سكان القاهره الكبرى لغايه دلوقتي، او ما عنديش فرع قريب عشان اقدر استخدم الفيتشرز اللي في البرودكتس الثانيه. بس انا هشارك معاكم البرودكت ازاي ما انا عرفتها من يوم هم من قائمين على فاليو نفسهم، عرفت منهم التفاصيل زي ما بيقولوا، وهشاركها معاكم واحده واحده. عشان كده اتاكد انك انت اشتراك في القناه لو انت مش مشترك عندي في القناه، لو انت بتتابعني من اي بلاتفورم ثانيه تعمل لي فولو على البلاتفورم اللي انت شايف عليها الفيديو ده، وبرده ترجع تعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب وتشغل زر الجرس عشان دايما بتنزل حاجه اول باول على اليوتيوب. في النهايه لو عجبك الفيديو تعمل له لايك، ولو عندك اي سؤال سيبه تحت في الكومنتات. لو عندك اي تجربه مع فاليو يا ريت تقولها تحت في الكومنتات، ازاي بتقدر تستخدم فاليو افضل استخدام يقلل لك العمولات والمصاريف بتاعتك، برده تشاركني تحت في الكومنتات عشان انا استفيد وبرده غيرنا يستفيد. Thank you for watching and see you next video. Bye.